الهدف ده كان البداية، الهدف ده هو اللي رجعنا للبطولة، الهدف ده كل الناس قالت ان ده هيكون السبب في اننا نصعد لدور الثمانية، وقد كان فعلا. يا زمالك ياللي الكورة بتجري في دمك من زمان، ياللي اسمك أسطورة وللهندسة انت عنوان، وهتكسب اي بطولة الاستاد علشانك مليان، ده مشجعينك بالملايين، وهيفضل طول العمر اسمك يا زمالك عنواني، تيشيرت بخط حمري من جوا بيهزوا كياني، بنظام وبروح جديدة عهدك اهو راجع من تاني، ومكملين قدام لسنين. يا زمالك يا اقدم مدرسة في اللعب، فن وهندسة في الكورة، واخد الاستاذة وفي نظري انت الكبير، جيت علشان على الكل اتعلم، ده الباقي منك اتعلم، سكت كل اللي اتكلم عليك وبيرغي كتير. يا زمالك يا اللي انت في دمي، يا زمالك همك من همي، يا زمالك يا زمالك انت كبير. اوه 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 انت كبير. اوه 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 انت كبير. الحمد لله صعدنا بمجهودنا، وصعدنا اول كمان. ناس كتيرة قوي، ولا اقول لكم افكركم بيها، فاكرين الصورة دي يوميها الناس قالت لا الزمالك حصالة، الزمالك مش عارف ايه، ده انتوا هتخرجوا من البطولة، ده انتوا مش هتصعدوا، ده انتوا هتتغلبوا من نصر حسين ضيف في الجزائر، ده انتوا. الصورة دي بقى بترد على كل الناس اللي شككوا في ان الزمالك اصلا ممكن يصعد تاني مش اول. الزمالك بدأ اللقاء كالعادة بجنش في حراسة المرمى، قدامه 4 2 في قلبين الدفاع محمود علاء والونش، على اليمين النجاز، على الشمال عبد الله جمعة، قدامهم 2 ساسي وطارق حامد، قدامهم 3 اوباما في النص، على اليمين زيزو، وعلى الشمال حداد، قدامهم مهاجم وحيد خالد بوطيب. كنت انا معترضة، يعني مش معترضة قوي، بس هو انا كنت حابة ان عمر السعيد هو اللي يبدأ احسن من خالد بوطيب على الاقل الفترة دي، لان عمر السعيد يستاهل ان هو يكون موجود اساسي. الحمد لله التشكيل كان تمام، الشوط الاول كان متزن، الشوط الاول كان دفاعي الى حد ما، احنا متمركزين في اماكننا، بندافع صح، بنلعب كوره صح، هاديين ومركزين بس في الملعب. يعني من الاخطاء اللي احنا كنا بنشوفها، احنا كنا متسارعين، بنلعب كرات طوليه، عايزين نكسب، عايزين نجيب جول، فبيحصل عشوائيه وبيحصل هرجله. لا، اللعيبه مركزه، اللعيبه فاهمه بتعمل ايه، نلعب كوره على الارض وثابتين. الخطة 4-2-3-1 دي كانت بتتحول ل 4-2-4-4-2 أو 4-3-3 حسب سير الماتش. طبعا الكلام ده كان بيحصل لما كان بيساند زيزو وأحداد لاعبين الوسط، اللي هما مين بقى؟ هو لاعب المنشطات الأوحد اللي عندنا، واللاعب اللي جه في عصر السولية. كمان مسدد زيزو وأحداد للظهيرين النجاز وعبد الله جمعة، وكل ده بتعليمات من جروس، وكل ده بيبين إن جروس فاهم الماتش، قاري الماتش كويس، بيصحح اخطائه اللي فاتت. بالنسبه للزمالك اعتمد على حاجتين خلال الماتش كله، الزون ديفنس والهجمات المرتده. الزون ديفنس قلبين الدفاع رباعي خط الظهر كله كان كويس جدا جدا جدا، سواء في الكرات الطوليه بتاعه نصر حسين ضاي او الاختراق من العمق، كل ده رباعي خط الظهر قدروا يوقفوا كل الهجمات الخطره لنصر حسين ضاي، خصوصا الونش العائد بقوه. الحمد لله رجع بسرعه، رجع لمستواه، وده طبعا بيرجع لثقه جروس، ان شاء الله يكمل على كده. هو محمود علاء، وطبعا معاهم عبد الغني وعبد السلام، لعيبه كويسه جدا 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 وهتفيد الزمالك، ودكه تقيله ومحترمه لنادي الزمالك. اما بالنسبه للظهيرين فكانوا عاملين ماتش كويس جدا جدا جدا، وفوقان غريب من الناحيه الدفاعيه للنجاز، وطبعا عبد الله جمعه الراجل لا خلاف عليه، الاثنين كانوا عاملين ماتش دفاعيا كان كويس جدا جدا، وقفوا الهجمات الخطره من على الاطراف. طبعا نصر حسين ضاي كان معروف جدا بهجماته الخطره والعرضيات اللي الحمد لله يعني ما فيش عرضيه كانت ناجحه تقريبا، وقفوا كل الخطوره دي بقلبين الدفاع والظهيرين. احنا عندنا الحمد لله لعيبه مستقره، لعيبه مركزه، لعيبه كانوا رجاله، وقدروا يوقفوا الهجمات الخطره كلها تقريبا لنصر حسين ضاي. اما بقى بالنسبه للهجمات المرتده بتاعه الزمالك، ودي كانت بتعتمد على حاجتين، 3 حاجات مش حاجتين. اول حاجه سرعه احداد وزيزو من على الاطراف، مسانده اوباما في العمق، ومسانده خالد بوطيب في حاله الهجوم. دي بالنسبه لنا كانت الهجمه المرتده، كانت بتبقى خطر جدا جدا جدا. ضيعنا اهداف على فكره كتير جدا في الماتش، الماتش كان متقفل معظم الوقت، بس احنا كان بيجي لنا هجمات مرتده خطيره،
وكنا بنضيع برضه بسهوله. لسه في مشكله في تضييع الفرص، كان ممكن تخلص من اقل فرصه، سواء احداد سواء اوباما او خالد بوطيب او زيزو، يعني اللعيبه دي جت لها فرص كويسه جدا كان ممكن يخلصوا بيها الماتش بهدف كان هيموت الدنيا. بس الحمد لله على كل شيء، الماتش خلص تعادل والحمد لله صعد. الحاجه المهمه اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها ان كل اللي حاصل ده، كل الاحداث اللي حصلت مع الزمالك اخر 3 ماتشات كانت برضه هرجع اقول الواقعيه بتاعه جروس، يتعامل مع الماتشات الكبيره ازاي، يتعامل مع الماتشات المضغوطه واللي ضغطانا احنا كجماهير ازاي، ما بالك بقى اللعيبه. طبعا اهم حاجه تصحيح الاخطاء اللي حصل الماتشات اللي فاتت، وخصوصا اخر 3 ماتشات، انك تبقى على ارضك وتكسب وبسكور، وتكون بره ارضك وتكسب وتتعادل وتصعد وانت في ظروف صعبه جدا جدا. كل الدعم لجروس، انا مش هقول اكتر من كده. اما بالنسبه بقى لابو الاجناش اللي عنده ثبات انفعالي مش عند حد، ما شاء الله عليه، ان شاء الله يكمل بقوه الفتره الجايه. كل لعيبه ممتازه، كل لعيبه كانت كويسه. في لعيبه هننتقدها وقت ما يكونوا وحشين، في لعيبه هنقول ان هم كانوا كويسين وقت ما كانوا كويسين، بس اللعيبه كلها لازم تعرف ان ده الوضع الطبيعي للزمالك، ان احنا نصعد. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الماتش عدى بسلام، والحمد لله صعدنا الدور ال8، وان شاء الله البطوله تكون زملكاويه، ولسه اللي جاي اصعب، وان شاء الله يكون اصعب واحلى. بس احنا مش لازم نبالغ في فرحتنا، احنا لسه البطوله فيها ماتشين 3 4 5 ايا كان عدد الماتشات اللي احنا هنلعبها. لسه في ماتشات في البطوله، وماتشات مهمه جدا 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 وتقيله جدا جدا لازم نركز فيها الفتره الجايه. ما نبالغش في الفرحه، لان ده وضعنا الطبيعي، ووضعنا الطبيعي ان احنا نصعد. مش وضعنا الطبيعي خالص ان احنا نصعد ب9 نقط من اصل 18 وكمان في اخر جوله. الحمد لله ما نبالغش في الفرحه ونركز الفتره الجايه. النقطه الاخيره طبعا كنت عايزه اتكلم فيها هي ان الماتش الجاي مع المقاولون لازم نركز اكتر من ماتش حسين داي. الماتش ده بالتحديد هيحدد حاجات كتيره جدا 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 في الدوري. ماتش لازم نركز فيه، وان شاء الله فرحتنا تكمل، وان شاء الله يوم 30 مارس يبقى الوضع مختلف، عشان ماتش القمه هيحدد حاجات كتير. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله الماتش الجاي. سلام عليكم.